الحمد لله قاصم الجبارين وناصر المستضعفين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الذي يحدث في الشام هذه الأيام أمر خطير، فشعب يتعرض للإبادة، رجالا ونساء وأطفالا. أيها الأحبة الكرام، والخطورة تكمن أن كثيرا من هذه الأمة والدول والمجالس الدولية والهيئات والمنظمات صار الكثير منهم شياطين خرس، لا ينكرون هذا المنكر العظيم ولا يقفون مع المظلومين الذين يصرخون ليل نهار: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وإنكم أيها الأحبة تذكرون المجازر الأولى التي تعرض لها هذا الشعب على أرض الشام المباركة، التي يقول الله سبحانه وتعالى: الذي باركنا حوله، وهي أرض الشام، أرض الرباط، أرض المحشر، أرض المنشر، ملائكة الرحمة فوقها، وإذا فسد أهل الشام لا خير في الأرض. أيها الأحبة، إن هذا الشعب الكريم الطيب الأصيل يتعرض الآن إلى إبادة. فمن هنا، من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، أنادي أمة الإسلام، أنادي أمة العروبة، أنادي دول العالم المنصفين أن يقفوا وقفة رجل واحد مع هذا الشعب المظلوم الذي يذبح منذ 40 عام. فمجازر حماه ورسائل الأخوات وإلى هذا اليوم هناك في السجون والمعتقلات من لم يشاهد الشمس. أيها الأحبة الكرام، انصروهم ينصركم الله، وقفوا معهم يؤيدكم الله، لأننا ما دمنا على هذه الأرض فإننا قد نتعرض إلى مثل هذا الظلم، فإذا نصرناهم نصرنا الرحمن الرحيم، وإذا خذلناهم خذلنا الله جل وعلا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنا أقول للمرابطين والمجاهدين: اثبتوا ثبتكم الله، وتذكروا ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون، ولعلكم ترحمون، ولعلكم تنصرون. اللهم إنا نسألك أن تسدد رميهم، وتجبر كسرهم، وتفك أسرهم، وتشفي مريضهم. أيها الآباء الذين فقدوا الأبناء، أيتها الأمهات اللواتي فقدن الأولاد والبنات، أيها الأزواج الذين فقدوا الزوجات، أيها الأجداد والجدات، يا من فقدتم الأولاد والبنات والحفيدات، اصبروا وصابروا ورابطوا، وثقوا أن الله سبحانه يبني لكم قصور الحمد في الجنة. ثبتكم الله ونصركم، وتقبل الله شهداءنا في عليين، في حواصل طير خضر ترتع في أنهار الجنة، وتشرب من مائها وتأكل من ثمارها،
وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.